يا أهلا وسهلا فيكم في قناتنا اللي بقى الطبخ. رجعنا بوصفة جديدة، وصفة سهلة بسيطة ومكوناتها متوفرة هنا بكل بيت. راح نعمل اليوم مخلل الجزر مع الفلفل الحار، طريقة سهلة وبسيطة. هلا راح نتعرف على المكونات. هلا بالبداية أنا عندي 750 جرام جزر، جبتهم غسلتهم ونظفتهم بس ما قشرته، وقطعتهم على شكل دوائر. وعندي 3 حبات فلفل أخضر حار، طبعا قطعتهم على شكل دوائر عشان تكون الشكل متناسق. هلا راح أخلطهم مع بعض واجهزهم. هلا انا طبعا جبت مرتبان، جهزته وعقمته ونظفته بمي سخنه وخليته يتصفى من المي. هلا بدي ابلش احط الجزر والفلفل بالتناوب، واوزع الفلفل بين طبقات الجزر عشان ياخذ الجزر من نكهه الفلفل. طبعا الفلفل الحار هذا اختياري، ممكن استبداله بفلفل حلو حسب الرغبه. هلا بالنسبه للمحلول المائي انا عندي 4 كاسات كبار، هذول الكاسات مناسبه لحجم مرتبان، انتم بزيدوا او بتنقصوا حسب الكميه اللي عندكم. راح احط 4 ملاعق ملح كبيره، ما احنا عارفين انه كل كاسه مي بدها ملعقه ملح كبيره. هلا بدي اذوب الملح، وبدي احط ملعقه كبيره سكر طبعا ابيض، وبدي احط ملعقتين خل ابيض. هلا بدي اذوب الملح لحد ما يذوب كويس. طبعا لازم احط السكر لانه بيساعد المخلل انه يتخلل بسرعه، والخل بيعطي طعم حموضة. هلا بدي ادير المحلول الملحي لحد ما اعبي المرتبان. لازم المخلل اللي عندي اللي هو الجزر. هلا المي لازم تغمر الجزر بس ما تكب، اخليها مليانة واغمر الجزر عشان ما يعفن. هلا انا في خطوة اضافية بعملها، بجيب ورق عنب اخضر بغسله وبنظفه وبحطه على الوجه. هاي الخطوة بتعطي حموضة للمخلل وما بتخليه يعفن او تطلع عليه المادة البيضاء. هلا بسكره وبغلقه كويس، بحطه بمكان مشمس بعيد عن الرطوبة وبحفظه لمدة اسبوعين. هلا بعد اسبوعين بنشوف النتيجة كيف راح يصير، راح يستوي وراح يطلع طعمه شهي وما في عليه اي عفونة ولا اشي. هلا هيك من الجزر صار عندي بعد اسبوعين صار متخلل وجاهز. طلعوا كيف يتغير لونه وتغير لون الفلفل، هيك دليل انه استوى. هلا بدي افتحه ونشوف كيف مع بعض بكون لونه من جوا. هلا طلعوا احلى مرتبان كيف لما فتحته، طبعا مبين عليه انه استوى. لون الدوالي طبعا يتغير ولون الجزر. هلا طلع الوجه الهاي ما في عليه اي مادة بيضة ولا في عليه عفن ولا في عليه رطوبة ولا اشي. هلا بدي ابلش افرجيكم قطع الجزر كيف شكلها. طلعوا ما احلاه وما انضفوا، ما في عليه اي مادة بيضة، طبعا طعمه وريحته بالشهي. هلا هي حبات الجزر استوت. هلا احنا ممكن نخليه اكثر من اسبوعين طبعا محفوظ لانه المي والملح ما بيخرب فيها. هلا انا هيك الجزر الشكل النهائي له، هيك قدمته بهي الطريقة. اذا عجبتكم الطريقة يا ريت تشتركوا معنا بالقناة. إذا عجبتكم الطريقة يا ريت تشتركوا معنا بالقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتنشروا المقطع في كل مكان، وجربوا الطريقة وإن شاء الله بتعجبكم. يعطيكم العافية والصحة وعافية لكم جميعا.